العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا في كل مكان من تلفزيون دولة إريتريا، نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. معكم فيها قاسم أحمد، والبدء بأهم وأبرز العناوين. دعوة لتعزيز جهود مكافحة الجراد في حقات. الإريتريون في ألمانيا يتبرعون لمكافحة كورونا. استمرار دعم المحتاجين في القاشبركة. مالي تأمر بالتحقيق في معدل 43 قرويا. كوريا الشمالية تعلن نيتها قطع خطوط الاتصال بجارتها الجنوبية. قانون قيصر الأمريكي يعصف بالليرة السورية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قدمت دعوة لمزارعي ورعاة حقات للقيام بالمتابعة والمراقبة اللازمة للجراد والآفات الزراعية الأخرى وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية. جاءت الدعوة بعد ظهور الجراد في أماكن محدودة وأعداد بسيطة وفي طور الطيران يوم 7 يونيو في ضاحية بادوب بمدينة حقات، وبعد زيارة التفقدية التي قام بها خبراء الزراعة والإدارة والمزارعين. أشاد خبير وقاية النباتات في مكتب وزارة الزراعة بمدينة حقات السيد تكي قبل أملاق، أشاد بإدارة الضواحي المعلومات السريعة، داعيا المزارعين الرعاة القيام بالمتابعة والمراقبة الجادة توخيا لظهور الآفات الزراعية مع حلول موسم الأمطار وإبلاغ الجهات المختصة سريعا. وقال المدير التنفيذي في إدارة مديرية حقات السيد تخله هيمانوت موسائل إن الظاهرة لم تكن مقلقة، لكنه يتوجب اتخاذ الحيطة والحذر. وتبعد ضاحية بادوب مسافة 13 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة حقات. واصل الإريتريون المقيمون في ألمانيا تبرعاتهم لتصدي لوباء كورونا، وقدموا الأسبوع الماضي حوالي 40 ألف يورو. في هذا الإطار قدمت الجمعية التعاونية للإريتريين في مقاطعة أفنباخ دراي إتش 10,000 يورو، والجالية في كايزر سلاوترن 7,000 يورو، والجالية في كارلسروه 5,000 يورو، والجالية في نورنبرغ 5,000 يورو، والجالية في أولم 3,000 يورو، والجالية في فرانكفورت 3,000 يورو، والجالية في مقاطعة فيتراو 2,500، وكل من جاليات بيلفيلد وزيغن وهايلبراون وهامبورغ 1000 يورو، والجالية في هايلدلبرغ 400 يورو، والجالية في فرسهايم 150 يورو. وكان الإريتريون في ألمانيا قد تبرعوا في دفعتين أكثر من 800 ألف يورو للتصدي لوباء كورونا في البلاد. من جهة أخرى، أعفى الإريتريون المقيمون في ألمانيا مدفوعات إيجارات منازلهم في إندابوند وغودايف وميتمناي وأربعة أسمرة وسنبل وتزارات بأسمرة لفترة شهر وشهرين و3 أشهر. ومن السعودية أعفى عدد من المواطنين إيجارات البيوت في أسمرة ومندفرة ومصوع وقال نفحي وتسني وحمل مال ودك أمحر وعد كريزان وميعين وأسمرة من شهرين ل3 أشهر. تستمر أنشطة دعم المحتاجين في أقليم القاشبركة. وأفادت المعلومات الواردة إلينا بأن سكان مديرية أعالي القاش قدموا 120 كنتال ذرة تم توزيعه للمحتاجين في ضواحي لوكيش وهواشيت وأفنبول وكيرو وجميل وحشاكيتهم وعد إبراهيم وعد الشيخ الأمين وتكراريت وقرنجاناي، وتوزيع 120 كنتال ذرة مقدم من سكان مديرية قلوج للمحتاجين في طهرة صعدة وطهرة صليم وعد عامر وعد عرسيم. وقدم سكان مديرية تسني 102 كنتال ذرة وزع على المحتاجين في ضواحي شغلت وعد أنجوسي وعد هاكين وعد فريكاي وعد أحمد وعد عواتة بمديرية مقلوم. وقدم سكان بيارا في مدينة بارونتو 9 كنتال ذرة وزعت للمحتاجين في المنطقة. وقدم أعضاء جمعية معاقيل الحرب في مديرية شامبينقو 48 كنتال ذرة و480 كيلو سكر و9600 نوفة وزعت ل48 من الأعضاء المحتاجين. وقدمت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة في المديرية الدعم المادي والعيني للمرأة الراعية. وأعفى عدد من المواطنين بارنتو مدفوعات إيجارات البيوت للمستأجرين لفترات محددة.
وفي مدينة دبرواق قدمت 12 جمعية تعاونية ومصنع كوخبل البلاستيك أكثر من 55 كنتال زورة للمحتاجين في ضاحية مرب، وكان دعما مماثلا قد قدم في الضاحية. قدم سكان مديريات ترافلو وأبا شاول وسرجاء وبراديزو الدعم المالي والعيني للمحتاجين في مناطقهم. وقدم أصحاب المال المهتمين في مديرية ترافل مبلغ 1030 كيلوغرام من الذرة لكل من 105 أسرة، وتقديم مواطن كنتال فلفل أحمر. في غضون ذلك قدمت الشهادات التقديرية ل10 نشطاء لتنسيقهم أنشطة الدعم وتجميعه. وفي مديرية أبا شاول قدم السكان 98 ألف نافة وزعت على 196 مواطن و27 كنتال من الفرقة العسكرية 84 و40 كنتال من السكان ل 162 أسرة. وقدم السكان عد رأسي بمديرية قلنا في أكثر من 85 ألف نافة وطاحونة سلع 10 ألف نافة، ومحطة توزيع الوقود عد قنبلو 5 ألف نافة، وأصحاب الحافلات الصغيرة وسيارات الأجرة أكثر من 3 ألف نافة. ومنتجي الخضر والفاكهة 14 ألف نافة وزع على 32 أسرة محتاجة، وأكثر من 45 ألف نافة من عدد عدها ل 45 أسرة. وقدم تجار مقر بمديرية سرجاء 29 ألف نافة وزعت على 29 أسرة، وتبرع أحد مواطني دك السب أكثر من 9 ألف نافة وزع على المحتاجين. وقدم السكان عد سقدو وعد بيتو وجمعية قرقيش عد بيتو بمديرية براديزو أكثر من 13 ألف نافة، والجمعية التعاونية للمناضلين أبناء عد سقدو 10 ألف نافة، و4 مواطنين مهتمين أكثر من 5 ألف نافة. واصل الإريتريون في الداخل والمهجر تبرعاتهم للتصدي لوباء فيروس كورونا. وقد تبرع أعضاء إدارة مديرية مندفر 84,555 نافة، وعمال شركة خدمات توكيل السفن في مصوع 42,671 نافة، وإرتيل عصب 10,817 نافة، ومؤسسة مشتقات الأسمنت لأمان حكيم 10,000 نافة، وجمعية السنية التعاونية 5,000 نافة، ومعازة هيلة لخياطة الملابس 5,000 نافة، ومتجر أسملاش مسفن للمواد الكهربائية 2000 نافة، وجمعية قدوس ميكيل داشم مقركا عدي والحساب المقيمين في بارنتو 5000 نافة، وطاحونة عدي منقوتي 3000 نافة، وطاحونة عدي بزقات أسفل أرأية 5000 نافة. وتبرع تجار بلدة معمي دمامة 14,674 نافة، وطاحونة فروين زكريا 3000 نافة، ومكتبة ميلائيل 500 نافة، وضاحية عدي بال 3000 نافة، وضاحية حصينة 5000 نافة، وصيدلية عصب 2000 نافة، وضاحية قسم ودنقلو 7900 نافة، وكنيسة القديس ميكائيل في عدي أوسخوا 979 نافة، وعدي قولو 1020 نافة، وداحية شمتنبسا 779 نافة، وداحية ماي غورزوم 2179 نافة، وداحية عدي جاقونا 1264 نافة، وداحية دبر 732 نافة. وقدم أندرياس وأبنائه 5000 نافة، وألم مسكن للأفرشة 5000 نافة، وجمعية أبو لتخل هيمانوت لأبناء الليبان 4 شمتة في أسمر 2000 نافة، وجمعية بعل مريم التعاونية لدمباج في أسمر 3000 نافة، وتيدروس اسفاسيون للأفرشة 3000 نافة. وجمعية قدوس ميكائيل عد حوش المقيمين في إثيوبيا 3000 نافة، وجمعية قدوس ميكائيل قرمي في أسمر 2000 نافة، وورشة مبراتس ومريم الحدادة والنجار 1500 نافة، وكزينا لمواد البناء 1500 نافة. وكل من بستان برهاني والد قرقيش عدر عدا، ودكان روما حيلي، ومكتبة حاني الموسيقية، وورشة قبرز قابهر كدانة للحدادة والنجار، ومكتبة عند مسكال حيلي، ومكتبة فرس عماي للموسيقى 1000 نافة، ومتجر أديام يوحنس للدراجات 500 نافة. وتقدم ورشة ملقيتا كدانة لغسل السيارات خدمة غسيل مجانية ل3 مرات ل25 سيارة إسعاف في الأقليم الأوسط، ويقدر ذلك ب15,000 نافة.
مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الأنباء العالمية. قالت حكومة مالي إنها أمرت بإجراء التحقيقات حول ما إذا كان جنودا قتلوا 43 شخصا خلال هجومين على قريتين الأسبوع الماضي. وقال مسؤولون أن مسلحين يرتدون الزي العسكري هاجموا قرية بنداما وقتلوا 29 شخصا من بينهم نساء وأطفال وأحرقوا البيوت. وقالت الحكومة في بيان أن مهاجمين قتلوا 14 شخصا قبل ذلك بيومين في قرية نيانغاسادادو. وتقع القريتان في منطقة موبت في وسط الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. وشهدت المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية مذابح عرقية متبادلة. وقالت الحكومة التي لم تنفي الاتهام إنها طلبت من الجيش والسلطة القضائية إجراء التحقيق. تنوي كوريا الشمالية أن تقطع كل قنوات الاتصال السياسي والعسكري مع كوريا الجنوبية العدوة، كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في خطوة يرى خبراء أنها محاولة من بيونغ يانغ لخلق أزمة. وذكرت الوكالة أن بيونغ يانغ ستقطع بالكامل وتغلق خط الارتباط بين السلطات الشمالية والجنوبية والذي كان قائما عبر مكتب الارتباط بينهما، كما ستقطع قنوات اتصال أخرى. وحددت كوريا الشمالية منذ الأسبوع الماضي بإغلاق مكتب الارتباط مع الجنوب إذا لم تمنع سول ناشطين من إرسال منشورات إلى الشمال مناهضة للنظام الشيوعي. ونظمت السلطات الكورية الشمالية تجمعات شعبية واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد لدعم تهديداتها. ويأتي ذلك في وقت وصلت فيه العلاقات بين البلدين الجارين إلى طريق مسدود، على الرغم من عقد 3 لقاءات قمة عام 2018 بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، كما يأتي في ذكرى القمة التاريخية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة في 2018. قال متعاملون ومصرفيون أن الليرة السورية هبطت إلى مستوى قياسي جديد في وقت يسارع فيه المستثمرون للحصول على الدولار قبل فرض عقوبات أمريكية جديدة في وقت لاحق هذا الشهر، الأمر الذي يخشى كثيرون أن يضيق الخناق على الاقتصاد. وفي سقوط حار سريع سجلت الليرة 3000 مقابل الدولار الذي يمثل ملاذا آمنا، وكانت الليرة السورية قد كسرت حاجزا نفسيا مهما في السابق عند 2000 مقابل الدولار. وقال متعاملون أن العقوبات الأمريكية الأشد المتوقعة في وقت لاحق من هذا الشهر هزت المستثمرين ورجال الأعمال، إذ يخشون أن تؤدي إلى تفاقم المحنة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وقال المتعاملون وفق ما نقلت رويترز أن الناس سارعوا إلى جمع الدولارات لحماية مدخراتهم، فيما أوقف كثيرون من رجال الأعمال المعاملات التجارية في انتظار نهاية لتقلبات الأسعار الشديدة. الخبر الأخير في هذه النشرة: منذ بدء إجراءات العزل التام الذي اعتمدته فرنسا في أعقاب استشراء جائحة الفيروس التاجي، سجل قطاع صناعة السيارات الفرنسي تراجعا حادا في المبيعات بسبب الوباء. الخطة الحكومية لإنقاذ شركات صناعة السيارات بلورتها قرارات الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون تمثلت في مساعدة مقدرة بأكثر من 8 مليارات يورو للسيارات القابلة للتوصيل بمصدر كهرباء. وقال إمانويل ماكرون خلال حديث له في مصنع فاليو لصناعة معدات السيارات في مدينة إيتابل الواقعة شمال فرنسا إنه يريد جعل فرنسا المنتج الرائد للمركبات النظيفة في أوروبا. وأوضح الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن جميع موظفي رينو في فرع موبيغ ودوي يمكنهم الحصول على جميع الضمانات بشأن مستقبلهم المهني داخل المجموعة. المشاهدون الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.